أكبر كذبة نشروها وخدعوا بها البنات في زمننا ده هي إنه الحجاب مقيد لحرية المرأة، وإنه أصل الحرية هي في إنها تظهر جمالها ومفاتنها للناس، لدرجة إنه الليلة جسد المرأة بقى سلعة بيستخدموه في التجارة أو لمنافعهم الشخصية. والبنات اللي بيستغلوهم لما يكتشفوا الحاجة دي بيندموا أشد الندم. والسؤال اللي أنا عايز أسأله هنا، هل الحجاب فعلا مقيد لحرية المرأة؟ يعني أنت لما تنزعي الحجاب هل أنت فعلا قاعدة تلبسي حسب حريتك؟ والجواب في الحاجة دي لا، أنت بس حولتي نفسك لأنه أنت بقيتي بتلبسي حسب مزاج واحد قاعد في فرنسا يقول لك قصري بتقصري، ضيقي بتضيقي، اعملي خط هنا بتعملي خط هنا. فوين الحرية بالكلام ده؟ انت بس بدل ما تخلي ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو المتحكم في لبسك ومظهرك، بقى المتحكم فيك زول انت بتلبسي حسب مزاجه وانت ما عارفة اصلا اهدافه واهواءه شنو يعني لا اله الا الله. طبعا هنا فاهمين لا اله الا الله دي مربوطة فقط بالعبودية. لا اله الا الله هي انه المتحكم الوحيد في كل حياتي من افعالي وسلوكياتي، ما هو المجتمع ولا الناس ولا العادات والتقاليد ولا اي مخلوق. المتحكم الوحيد فيني هو الله عز وجل، بما في ذلك العبودية. عشان كده بتلاقي البنات المحافظين على الحجاب وبيعملوا الحاجة دي بفهم مستعدين يموتوا عديل ولا ينزعوا الحجاب بتاعهم ده. الاحساس في انه انا لبسي ومظهري متحكم فيه بس ربنا سبحانه وتعالى وما في مخلوق متحكم فيه، بديهم احساس من العزة هم ما مستعدين يتنازلوا عنه مهما كان الثمن. وهو الاحساس ده ممكن هم ما يعرفوا يوصلوا لك، لكن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي الأخير عندي نصيحة للأخوان وللمربين: إذا لقيت بيت الشيطان غاشية وهي نزعت الحجاب بتاعها، ما تبقى عون للشيطان ضده بالتعنيف وبالإساءة. شوف، الأصل في الموضوع هو إنه أنت تغض بصرك. لكن إذا أنت عايز تعمل خير أكتر وعايز تنصح، أنصح بالحكمة والموعظة الحسنة. الله سبحانه وتعالى لما رسل سيدنا موسى لفرعون قال له: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن أنت لما تعنف، أنت ما قاعد تخليها تتحجب، أنت قاعد تطفشها من الحجاب. فهل التعنيف حل؟ اتذكر إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق كل البشر وأداهم الحرية في إنهم يعبدوا أو يعصوا، والوحيد اللي له حق إنه هو يحاسب هو الله. فيا تقدم نصيحة بطريقة محترمة، يا غض بصرك وابعد من الموضوع.